ربك يخلق ما يشاء ويختار ما كان لهم الخيرة سبحان الله عما يشركون. من رحمة ربنا سبحانه وتعالى بعباده إنه فاضل بين الأزمنة والأوقات. هنلاقي أزمنة ربنا سبحانه وتعالى خصها بمزيد من الفضل والأجر العظيم حتى تشحذ الهمم وتجدد العزائم ويكون هناك تنافس في الخيرات، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون، وحتى يكون هناك تعرض للنفحات. ألا إن لربكم في أيام دهركم لنفحات ألا فتعرضوا لها لعل أحدكم يصادف نفحة لا يشقى بعدها أبدا. الأيام العشر من ذي الحجة، ربنا سبحانه وتعالى أقسم في كتابه الكريم وقال والفجر وليال عشر. في اختلاف بين أهل العلم إن الليالي العشر المقصود بها ليالي رمضان، والبعض الآخر بيقول إن هي الأيام العشر من ذي الحجة. هنتكلم النهاردة بإذن الله عن كل ما يخص هذه الأيام من عبادات، من طاعات، من ذكر. كل عبادة تخص هذا اليوم هنتكلم عنها في فيديو النهاردة بإذن الله. مبدئيا الليالي العشر بتبدأ من 1 ذي الحجة أو ذو الحجة وبتنتهي يوم عرفة. طبعا لو حسبناها هنلاقيها ان هي 9 أيام. اللفظ مطلقا بيطلق على التسعة من ذي الحجة لحد يوم عرفة. أما يوم العيد فهو من ضمن الأيام ولكن ليس به صيام. حديث في الترمذي وأخرجه البخاري عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنهما وأرضاهم قال النبي صلى الله عليه وسلم ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من هذه الأيام العشر. قالوا الصحابة قالوا النبي صلى الله عليه وسلم ولا الجهاد في سبيل الله؟ ليه الصحابة بيقولوا ولا الجهاد؟ يعني اللي هم مستعجبين حتى الجهاد يا رسول الله؟ لأن الجهاد أعظم أجر، الجهاد أعظم أجر. قال لهم صلى الله عليه وسلم ولا الجهاد في سبيل الله إلا في استثناء في هذا الحديث. النبي صلى الله عليه وسلم قال إلا رجلا خرج بنفسه وماله ولم يرجع بذلك من شيء. تعالوا بقى كده ناخد جزء من الحديث ده عشان نفهمه كويس. ما من أيام العمل الصالح أحب فيهن إلى الله من هذه الأيام العشر. يعني إيه؟ يعني مفيش أيام من أيام السنة كلها الأعمال الصالحة فيها كلها بإذن الله لها أجر، إلا إن أجر الأعمال الصالحة في هذه الأيام أعظم عند الله سبحانه وتعالى من أي أيام. الأعمال الصالحة زي إيه؟ أعظم عبادة في هذه الأيام اللي هي هتبتدي من يوم 1 ذو الحجة. أول حاجة هي الصيام. كل عمل ابن آدم يضاعف الحسنة 10 أمثالها إلا الصوم. ربنا سبحانه وتعالى بيقول إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به، يعني أنا اللي أقدر الأجر. ولما ربنا سبحانه وتعالى الوهاب الرزاق المعطي الكريم يقول لك سيب لي أنا الصيام أنا هكافئك عليه، من أعظم العبادات والأعمال الصالحة قربة لله عز وجل في هذه الأيام. هل أصوم الأيام كلها؟ اللي عنده قدرة بدنية إنه يصوم هذه الأيام جميعها لحد يوم عرفة، لأن يوم العيد ما فيش صيام هيصوم. واللي مش عنده مريض ومش بيقدر يعني بيصوم زي ما بنقول رمضان بالعافية يعني، واللي ما عندوش قدرة بدنية ممكن يصوم يوم 2. مش قادر خالص إن هو يصوم يبقى يصوم يوم عرفة. واللي ربنا سبحانه وتعالى مديله القدرة البدنية إنه يقدر يصوم يعني يتسابق في إنه يصوم في هذه الأيام لأن الأجر فيها مضاعف. نتحدى هوى نفسنا ونغلب هوى نفسنا ونصوم هذه الأيام التسع. من ضمن الأعمال الصالحة اللي الواحد المفروض يكثر منها في الأيام العادية، المفروض بنعمل أعمال صالحة ولكن نكثر منها نكتر منها في هذه الأيام لأن الأجور فيها مضاعفة، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. الصدقة، نطلع صدقة. الصدقة تطفئ غضب الرب واتكلمنا عنها في فيديوهات سابقة، هتلاقوا في صندوق الوصف تقدروا ترجعوا لها هتفيدكم بإذن الله. ربنا سبحانه وتعالى بيحب المتصدقين وأنفقوا مما رزقناكم. الصدقة تطفئ غضب الرب كما يطفئ الماء النار. الصدقة من أسباب دخول الجنة. الصدقة من الأعمال الصالحة. صنائع المعروف تقي مصالح السوء وكل على حسب قدرته الصدقة. ثالث عمل إحنا نعمله في هذه الأيام، وطبعا في الأيام العادية المفروض يكون لنا ورد منه، ولكن نكثر في هذه الأيام من قراءة القرآن الكريم. النبي صلى الله عليه وسلم بيقول إيه؟ بيقول اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه. قارئ القرآن مع السفرة الكرام البررة. اقرأ ورتل كما كنت ترتل في الدنيا فإن منزلتك عند آخر آية كنت تقولها. النبي صلى الله عليه وسلم بيقول من قرأ حرفا من آيات الله أو من كتاب الله كان له به حسنة. لا تقول ألف
ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف. يا الله، انتوا متخيلين كم العطايا وكم الهدايا والمنح الربانية اللي ربنا سبحانه وتعالى بيديها لنا؟ نغتنم نفحات نغتنمها، لعل ان احنا نصادف نفحة لا نشقى بعدها ابدا يا رب العالمين. وكمان النبي صلى الله عليه وسلم خص سورة البقرة وآل عمران بالذكر وقال: اقرأوا سورة البقرة وآل عمران اللي هما الزهرين، فإنهما يأتيان يوم القيامة يحاجان عن صاحبهما، يعني بيدافعوا عنك. برضو في رواية أخرى: فإنهما يأتيان في صورة غيايتان أو أمامتان أو سرب من طير يظلان صاحبهما. ما بالك في هذه الأيام العشر؟ الأيام دي من أخطر أيام السنة ومن أهم أيام السنة ومن أحب أيام السنة لربنا سبحانه وتعالى. اللي هيفوز بهذه الأيام والله قد فاز بخيري الدنيا والآخرة. تسابقوا فيها. لو ربنا سبحانه وتعالى يعني لمس فيك صدق عباداتك وصدق إيمانك، أقسم بالله ما تتمنوه ستراه. هنتكلم عن يوم عرفة، وهحكي لكم بأمر الله سبحانه وتعالى على اللي حصل معايا من عرفة لعرفة. عارف انت المثل بيقول لك قدم السبت عشان تلاقي الحد. اعمل في هذه الأيام عبادات وطاعات علشان لما تيجي عرفة تكون شديت الهمة شوية وتكافئ في عرفة من رب العالمين. زي رمضان، رجب وشعبان بوابة دخول رمضان، استعداد وشحذ الهمم قبل دخول رمضان، فكذلك هذه الأيام العشر قبل يوم عرفة. خير يوم طلعت فيه الشمس، خير يوم طلعت فيه الشمس، 365 يوم، هذا اليوم خير يوم عند ربنا سبحانه وتعالى، بالإضافة لهذه الأيام التسع ما قبل يوم عرفة. الصلاة في العادي، الصلاة على المؤمنين كتابا موقوتا، وفي العادي الصلاة فرض وثاني ركن من أركان الإسلام، وأول ما يحاسب عليه العبد يوم القيامة. في العادي الصلاة فرض، والصلوات المفروضة نيجي في الأيام دي نأديها يعني كما ينبغي أن تكون، نأديها بالوجه الذي يرضي الله سبحانه وتعالى. سبحانه وتعالى قال: وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه. نيجي في الأيام دي صلاتنا نعدلها، لأنك لو صدقت في إنك عايز تصلي بجد صلاة صحيحة وطلبت من ربنا سبحانه وتعالى العون هيعينك، وهتتحول صلاتك لخشوع كامل واستشعار أنك بين يدي الله سبحانه وتعالى. نيجي بعد كده نصلي النوافل والسنن الرواتب والسنن المؤكدة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وبعدين صلي قيام الليل. لو ما بتصليش اعزم، ما احنا بنقول تجديد العزائم بقى، اعزم الأمر إنك هتبدأ من هذه الأيام بصلاة قيام الليل، وقول: يا رب أنا توكلت عليك، عيني يا رب، أنا مش هسيب الصلاة تاني، صلاة قيام الليل تاني، يا رب عيني، اطلب من ربنا العون، يا رب أنا عايز أصلي، عيني يا رب. وربنا هيعينك يوم ما يلاقي جواك العزيمة، والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. ربنا سبحانه وتعالى هيعينك. من ضمن الأعمال الصالحة اللي احنا نحسنها ونزود منها في هذه الأيام هو بر الوالدين. بر الوالدين سبب كبير من أسباب التوفيق في الحياة وفي الآخرة، ومن أسباب دخول الجنة. ولا يدخل الجنة عاقل لوالديه، ده كلام رسولنا الكريم صلى الله عليه وسلم. نبوس إيد والدنا والدتنا ونصالحهم ونقول لهم: حقكم عليا، احنا آسفين، ونخدمهم برموش عينينا، نحطهم تاج فوق راسنا، نعلهم أعزكم الله فوق دماغ كل فرد من أولادهم. مش تخلص الأيام ترجع، لا، احنا بنقول نجدد العزائم، إن احنا نصلح أنفسنا، نتوب بقى. من ضمن الأعمال برضو نتوب لله سبحانه وتعالى. اللي بيعمل ذنب يجي في الأيام دي يعاهد ربنا إنه هيتوب عن الذنب حتى تقبل التوبة، العزم ألا تعود للمعاصي أبدا. اللي عنده ذنب في السر أو العلن يعزم الأمر إنه هيبطل الذنب ده. وشوف بعد ما تعاهد ربنا سبحانه وتعالى وتعمل فعلا كده، شوف كم الخيرات اللي انت هتشوفها في حياتك. لو في بينك وبين حد شجار أو مشاحنات، لا تتعرض للعرض أو لشيء أفسد حياة المرء، ذنب لا يغفر، فعلا لا يغفر. الذنوب بتاعت الأعراض ما تسامحش. إن أردت أن تسامح فسامح لله، شرط إن اللي قدامك يكون مستشعر إنه أخطأ في حقك، ولو ما استشعرش إنه أخطأ في حقك واعترف، اعفو عنه لله، لله حتى يعفو الله عنك. ألا تحبون أن يغفر الله لكم؟ والكلام ده أنا بقوله لنفسي قبلكم. إن كان بينك وبين أي حد خلاف أو مشاجرة، سامحه لله واعف عنه لله، وجدد النية لله سبحانه وتعالى.
ألا تحبون أن يغفر الله لكم؟ ضمن الأعمال كمان اللي احنا نعملها في هذه الأيام ونكثر منها حتى نحصل على الأجر العظيم صلة الرحم. النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أراد أن يبسط له في رزقه، عايز فلوس ورزق، للناس بقى اللي بتسألني على الرزق والفلوس وسعة الرزق، يراجع صلة الرحم. يبسط له في رزقه أو ينسأ له في أثره، يعني ربنا سبحانه وتعالى يطول عمره في الدنيا فليصل رحمه. ربنا سبحانه وتعالى قال: أنا الرحمن خلقت الرحم واشتققتها من اسمي. الرحمن الرحم واشتققتها من اسمي، فمن وصلها وصلته ومن قطعها بددته. في رحم بيقطعوا بعض لأن الأمور بتدخل والعياذ بالله في الأعراض، تدخل إن بعض الرحم والعياذ بالله وعافانا الله وإياكم يقوم بعملية السحر لبعض، غيرة النساء من بعضها، غيرة الإخوان من بعضها، وهكذا وهكذا وهكذا. ممكن مثلا سلفتين متخاصمين مع بعض فأدوا إلى إن الإخوات يتخاصموا مع بعض، وخدوا بالكم السلفتين دول لهم حساب عند ربنا سبحانه وتعالى، لأنهم ساعدوا إن الأمور تصل إلى إن الإخوات يقطعوا بعضهم. أي إنسان يتسبب في قطيعة رحم بين أخ وأخته أو أخ وأخوه، أبوه أمه، لأن صلة الرحم للدرجات الأولى: الأب، الأم، الأخ، الأخت، الابن، الابنة، الجد، الجدة من الأب والأم، العم والعمة، والخال والخالة. دول الدرجات الأولى من الرحم اللي انت يجب أن تصلهم مهما حدث ومهما حصل. في شر بيحصل لك من بعض الأقارب، عليك بالإحسان إليهم وتجنبهم من الاختلاط الكثير، ولكن السلام عليكم، كيف حالك، عامل ايه، اخبارك ايه، كل عام وانت بخير. المهم ما يكونش فيه قطيعه ما فيهاش كلام، يعني ما ينفعش ان انا اقطع وما اتكلمش معاه، ما القيش عليه السلام. ادفع بالتي هي احسن فاذا الذي بينك وبينه عداوه كانه ولي حميم. في ناس لما بتدفع بالتي هي احسن بتدفع بالتي هي اقوى، وبيزيدوا في بطشهم وتجبرهم، ويهيأ لهم ان الذي يدفع بالتي هي احسن ضعيف، ولكنه يطبق كلام رب العالمين ويطبق كلام رسولنا الكريم صلى الله عليه وسلم. فلو لقيت حد بيدفع بالتي هي أقوى، السلام عليكم وعليكم السلام، وتجنب الاحتكاك قدر الإمكان، الاحتكاك فقط يعني، لكن مفيش قطيعة لدرجة إنك لو شفته هتلف وشك مش هتسلم عليه. ده اللي أنا بتكلم فيه في صلة الرحم. من ضمن الأعمال الصالحة كمان في هذه الأيام أداء الحقوق لأصحابها. أخ واكل ورث أخوه، أخ واكل ورث أخته، واكل ورث أم، وهكذا 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 مثلا. فإن أنت تأكل حق غيرك هذا لا يرضي الله سبحانه وتعالى، وإثم وذنب وجرم لا يغفر الله سبحانه وتعالى إلا أن تستغفر عنه وترد الحقوق لأصحابه. أكل مال اليتيم، يا الله، في حد يتيم أنت واكل ماله ردهوله. لازم الأمر على التوبة والندم على هذا الفعل الذي لا يرضي الله سبحانه وتعالى، وترد المال لصاحبه، وهكذا الحقوق ترد إلى أصحابها. أبواب الخير كثيرة ولا حصر لها. دائما ما أقول: إصبع يشير خير من باع يعجز عن الإحاطة. هنيجي بقى نتكلم عن التكبير في هذه الأيام. عن ابن عمر رضي الله عنه قال: ما من أيام العمل فأحب إلى الله من هذه الأيام العشر، فأكثروا فيها من التهليل والتكبير والتحميد. صيغة التكبير في هذه الأيام فيها قولين: القول الأول أن الله مرتين، الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. وأقوال أخرى بتقول إن صيغة التكبير ثلاثة: الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. يبقى إما التكبير مرتين يا إما التكبير 3 مرات. كمان من ضمن الأعمال الصالحة في هذه الأيام كثرة الصلاة على النبي صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين بالعدد اللي احنا نقدر عليه. كثرة الاستغفار، كثرة لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. هذا الذكر النبي صلى الله عليه وسلم قال: خير ما قلت أنا والنبيون من قبلي هذا الذكر، ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام. وربنا سبحانه وتعالى قال في كتابه الكريم: والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. ما بالك في الأيام العادية، هذه في الأيام العادية، ما بالك في هذه الأيام التي فيها العمل الصالح والذكر الكثير أحب إلى الله من أي أيام أخرى. التكبير بيكون للرجال بصوت عالي،
وللنساء بصوت خافت، وانتي بتعملي الأكل، وانتي بتنظفي بيتك، وانتي قاعدة ما بتعمليش حاجة. في تكبير مطلق وفي تكبير خاص. التكبير المطلق بيبدأ من أول يوم من ذي الحجة، في المساجد وفي الطريق وفي البيوت وفي كل مكان. لما بخرج مثلا رايحين مطعم ناكل بره مثلا، ما شاء الله تبارك الله، تلاقي المطعم مشغل التكبيرات في أيام العيد يعني، أو في أيام العشر ما قبل العيد، تلاقي الأصوات شغالة التكبيرات، إحساس وشعور لا يوصف. وبفرح لما بلاقي أي مطعم عامل كده، مثلا في أي مول أو في أي محل والاقيهم مشغلين التكبير، إحساس لا يوصف من السعادة. ليه؟ تعظيم لله سبحانه وتعالى. التكبير ده تعظيم لله سبحانه وتعالى. فبيبدأ من 1 ذي الحجة حتى نهاية أيام التشريق الثلاثة. ابن عمر رضي الله عنه وأرضاه وأبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه كانوا بيخرجوا للأسواق في هذه الأيام، يقعدوا يكبروا، والناس تشوفهم بيكبروا ويكبروا معاهم. فانتوا اعملوا كده، عظموا شعائر الله، ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. احنا بنكبر تعظيما لله سبحانه وتعالى. عايزين كل الكائنات، ده الطيور والله بتسبح، ده الحشرات، ده الزواحف، كل ما خلق الله سبحانه وتعالى وكل ما هو حي حتى الجماد يسبح الله سبحانه وتعالى ويعظمه. ما بالك ربنا كرمنا وجعلنا ذو عقل ورزقنا من النعم ما لا يعني تحصى، فنعظم الله سبحانه وتعالى في هذه الأيام. التكبير الخاص بيبدأ بعد الصلوات المفروضة، من يوم أو من فجر عرفة لحد آخر يوم في أيام التشريق الثلاثة. واذكروا الله في أيام معدودات. نيجي بقى لآخر نقطة وحابة إن أنا أوضحها. أيام العشر من ذي الحجة أفضل من أيام رمضان، وليالي رمضان أفضل من ليالي العشر من ذي الحجة. يعني إيه الكلام ده؟ أيام يعني يقصد بها النهار بتاع الأيام دي أفضل من نهار رمضان، وليالي رمضان أفضل من ليالي هذه الأيام. طب تيجي نقرب المعنى أكتر ونفهم أكتر ونقول إشمعنى ليالي رمضان فيها ليلة القدر، ففي أفضلية الزمان بليلة القدر. وأيام ذي الحجة أفضل من أيام رمضان لأن فيها يوم عرفة، وفيها يوم التروية، وفيها يوم النحر، ولهذا فضل مكان على مكان وزمان على زمان. ألا إن لربكم في أيام دهركم لنفحات، ألا فتعرضوا لها. أكتفي بهذا القدر في هذه الحلقة، فإصبع يشير خير من باع يعجز عن الإحاطة. أترككم في رعاية الله وأمنه، وألقاكم في الحلقة الجاية على خير. أحبكم جدا في الله يا طيبين.